الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. الناس اللي بتقولي يا دكتور انا بشرب ميه كويس بس عايزه اعرف انا بشرب ميه صح ولا بشرب ميه غلط، هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. تابعي لون البول بتاعك، منها هيعرفك انت بتشربي ميه بانتظام وماشيه كويس في شرب الميه ولا ما بتشربيش ميه مفيده بالنسبه لك. لون البول بتاعك هو اللي بيقولك انت ماشيه مؤشرك صح ولا ماشيه مؤشر غلط. لو اللون البني غامق يبقى حضرتك جسمك بيقولك بيديك الارم ان الكلى بتاعتك ابتدت تكون حصوات، فخدي بالك واشربي ميه اكتر. طيب لون البني فتح اكتر او بقى اصفر شويه، ده كده انت عندك املاح عاديه، فجسمك برضو بيديك الارم بيقولك زودي الميه عشان عندك نسبه املاح. طب اللون فتح وبقى فاتح يبقى كده انت ماشيه ميه كويس جدا، وجسمك كده بيديكي تنبيه ان انت جسمك ماشي كويس جدا. طيب انا عايزه اعرف اشرب ميه قد ايه يا دكتور؟ كل ساعه اشربي كوبايتين ميه وتابعي البول بتاعك من اللون، وكده جسمك بيديكي الارم ان انت ماشيه كويس ولا مش ماشيه كويس. وكل ما اللون اغمق كل ما جسمنا بيدينا مؤشر لحاجه معينه.